مساء الخير على أحلى مشاهدين في الدنيا. وحشتوني جدا من الحلقة اللي فاتت. خليني قبل ما أبدأ الحكاية أو قبل ما أبدأ في الموضوع عايزة أحكي لكم حكاية سريعة. حكاية عم جميل بتاع الورد. كان في منطقة مشهورة جدا بمحلات الورد، وكان في وسطهم محل جميل ريحة ورده كانت مغطية على كل المحلات، وكان عنده أنواع ورد كتير وكانت ابتسامته حلوة. دارت الأيام والأيام وكان عندي مناسبة، قلت أعدي على عم جميل أشتري بوكيه ورد. كانت المفاجأة، لقيت كل المحلات اللي حواليه جددت من نفسها وزحمة، وعم جميل محله فاضي. جددت من نفسها المحلات اللي بدأت تشتغل على السوشيال ميديا، تبيع على السوشيال ميديا، واللي عامل لنفسه ويب سايت بيبيع عليه، واللي عامل إعلانات وجايب بلوجر وجايب ناس مشهورة خلت عنده الزخم على المحل، واللي عامل تخفيضات وعروض، وكمان حاطين قدام كل محل واحد بيقنعني ان اشتري من عنده الورد. وعم جميل محله زي ما هو فاضي. وده اللي خلاني افكر في اهمية التسويق للمنتج وازاي بيظهر جماله. وبما اننا برنامج سياحي فخلينا نتكلم عن التسويق والترويج لأهم منتج بالنسبة لنا كلنا، وهو سياحة بلدنا.